بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من أرسل رحمة للعالمين بلسان عربي مبين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله له المخرج. ثم السلام عليكم أيها الإخوة الحضور القراء الأعزاء ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد كلما ذكر القرآن الكريم، كلما ذكر اسم الله، اسم محمد وآل محمد. فهنيئا لنا بكم وهنيئا لكم بهذا التوفيق. قبل شهر أو يزيد مر علينا ضيف كريم عزيز على قلوبنا، وسرعان من قضت أيامه وتصرمت لياليه، وفارقنا بعيد لم يكن ذلك العيد عيدا وفرحة إلا لانتصار النفس على شيطانها، إلا لتزكية نفوسنا، إلا لأداء الواجب تجاه شهرنا ورمضاننا، إلا لاستجابة الدعوة المباركة من الله سبحانه وتعالى وحضور ضيافته. دعوناكم أيها الإخوة فكنتم خير مدعو، وهذا ديدنكم في كل عام. لاختصار الوقت الكل شاركنا وبذل كل ما لديه من جهد وإمكانيات في إجادة تلاوة كتاب الله، وقد فعلها السنة الماضية. فلينظر إلى نفسه، يراجع نفسه، هل كان المستوى نفس المستوى السنة الفائتة أم كان هناك تطور تغير على مستوى التلاوة، على مستوى الأداء، على مستوى الصوت، على مستوى التجويد، على مستوى الفكر والتمعن والدراية، أم أنه من تساوى يومه فهو مغبون؟ فيراجع نفسه. إذا كان هناك تحسن يحمد الله على هذا التحسن، وإذا كان هناك خلل ينظر في ذلك الخلل أو عدم التغير لماذا. طبعا الإنسان عندما يريد أن ينجح مع كتاب الله يجعل مشوار التغير من هذا اليوم، من اليوم الذي ختم فيه رمضان، للاستعداد للسنة القادمة إن شاء الله. عظمة كتاب الله وعظمة القرآن أنا أقل من أن أذكرها لكم أو أذكرها، ولكن عندما نعلم أن صفات الله عين ذاته وكلامه عين ذاته، فإنك عندما تفتح القرآن تكون بحضرة الله، أمام عظمة الله، أمام ملك الملوك وجبار الجبابرة، وكأنه يخاطبك مباشرة. فلتكن بالمستوى الذي أنت فيه، ولتجهز نفسك وقابلياتك وإمكانياتك على أن تستقبل هذه الرسالة. الحمد لله رب العالمين، أدينا ما علينا، وإن شاء الله إذا كان هناك تقصير لن يتم ذلك التقصير، لأننا مهما قدمنا لا يذكر أمام هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، نعمة الولاية، نعمة هذا الكتاب المبارك والدستور الكبير.
يعني تكريمنا لكم هو في الحقيقة نكرم أنفسنا، لأن نحن وأنتم في مركب واحد وفي إن شاء الله طريق واحد إن شاء الله، وكلنا الحمد لله نسأل الله أن نكون من خدمة كتاب الله. لا أطيل عليكم. لا يسعني في البداية إلا أن أشكر لجنة مسجد الإمام الحسن بسنابس ممثلة في الأستاذ أبو محمد فردان على إتاحة الفرصة لإقامة هذه الختمة المباركة التي كانت في منتصف يوم الصيام في ظهر كل يوم. كان الإقبال جدا جدا كبير لدرجة أننا يعني وصلنا إلى 5 مشاركات في اليوم بدل 4، وكان من قبل 3. فيعني الحمد لله رب العالمين، هذا الإقبال دليل على أن هناك قاعدة علمية قرآنية قاعدة تتطور، قاعدة تتوسع، قاعدة تجيد، قاعدة تبدع. فالسنة القادمة أيضا هناك مجال للتوسع أكثر وأكثر إن شاء الله بوجودكم وباستمراركم معنا. طبعا التكريم للجميع، لكننا نخص في هذه الآونة لجنة عندما نراها نرى المثال والقدوة لنا جميعا. رفعوا راسنا في المحافل المحلية والدولية. تكريم خاص للجنة تراتيل الفجر ممثلة بالأستاذ حسين آل إبراهيم صفا، صلوا على محمد وآل محمد الله، و9 حفظ قراء معاهم. يتفضل الأستاذ أبو أحمد عبد المنعم جليح رئيس المركز القرآن، وأيضا الأستاذ محمد الكزاز للتكريم. كل القراء الموجودين يتفضلوا، كل القراء من تراتيل الفجر يتفضلوا أمام المنصة. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا يعني الإنسان كيف يستعد لرمضان السنة الفائتة؟ يعني أنا أسأل يعني أينكم عن مجالس القرآن المفتوحة طيلة أيام الأسبوع وطيلة السنة؟ أيننا عن أنا يعني أخاطب نفسي قبلكم، وين عن دورات القرآن اللي يعني تعج بها مراكز القرآن؟ وين عن الأمسيات القرآنية، المحاضرات، الندوات التي تصب في معالم ومعارف القرآن الكريم؟ لنكن معا أيها الإخوة لتوسيع دائرة الحركة القرآنية واتساعها وأيضا عمقها وتطورها. دائما نسأل نفسنا ماذا قدمنا لكتاب الله، وماذا قدم القرآن، وماذا قدمنا لكتاب الله، وكيف نكون مع القرآن. دائما نسأل نفسنا، دائما نقيم مستوانا السنوات الفائتة والسنوات القريبة والقديمة، هل احنا نفس المستوى أو تغير المستوى؟ فإن شاء الله يعني احنا يعني نأمل أن تكون مشاركاتنا السنة القادمة إن شاء الله أعلى مستوى إن شاء الله. أيضا تكريم خاص يعني الدينامو احنا نقول اللي نظم وساعد في تنظيم الختمة، الأستاذ أبو محمد سعيد الزريقي، صلوا على محمد وآل محمد. أيضا عامل المسجد الأخ العزيز محمد أختر، فليتفضل إذا يسمعني برا، ما قصر يعني متواجد طيلة الوقت. شكر خاص أقدمه لمقدمي الدعم، حياك الله وعلي، الله يحفظكم إن شاء الله، شرفتونا والله. شكر خاص لمقدمي الدعم، وكذلك الأستاذ حسن جاسم العبادي العطورات. أستاذ جاسم صراحة ما قصر، دعمنا في الجوائز ما شاء الله وشرفنا يعني. أستاذ أبو محمد، أستاذ إبراهيم الزوري، تفضلوا. أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد. عاد خلينا نسأل وش العادة، وش المقام ده؟ ذكرت نص بالغلط. أدم الصلاة أدم الصلاة
فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. حب النبي وأهل البيت شرفاني. لزين ينادوا علينا في الغداء نوقف. حب النبي وأهل البيت شرفاني، وفي مهاد أمان الله أرقدني. هيهات أركن للدنيا وزينتها، وقد جرى حبهم كالدم في بدني. ما يصير ما نذكر السبب في تربيتنا وجاهزيتنا وجعلنا قرآنيين. الوالدة والوالد ما يحتاج بعد. الله يحفظ الجميع إن شاء الله ويرحم الماضي. أمي التي ودت الزهراء وما ولدت، وبالولاية للكرار قد شهدت. أمي الحنونة كم في حملها تعبت، وكم ليال لها ما عينها جعت. فصرت أدعو لها ما شمسنا طالعت. لا عذب الله أمي إنها شربت. الباقي عليكم حب الوصي وغذتني في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن. كانت لحب بني ياسين ترشدني، وعم غبة أهل البيت تبعدني. وكان كأس الولا من صدرها لبني، وكان لي والد يهوى أبا حسن. فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسني أفضل الصلاة. كلمات قصار من شخصيات عظيمة ومحبوبة على قلوبنا. أولها من أسس هذه الختمة وأسس هذه القاعدة القرآنية العظيمة ذات الأخلاق العالية والصدر الرحب والصبر والمثابرة والتواصل، الأستاذ أبو حسن محمد الكزاز، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المسجد المبارك. وطبعا أبو مهدي ما شاء الله قدم مقدمة، إحنا ما لسنا أهل
إلى حتى ربما الكلمة اللي ألقيها الآن تحتاج مقدمتها أن تكون كلمة عظيمة وكبيرة حسب ما تعبيرها. فعلى العموم شكرا، أولا شكرا لله والحمد لله رب العالمين، شكرا لله والحمد لله رب العالمين. وهذا من حسن التوفيق حقيقة أن نتشرف أن في نهاية الشهر الفضيل وأن نكرم أنفسنا حقيقة ونعمل حركة بسيطة وهي تكريم القراء. تكريمكم أعظم الكرامة عند الله سبحانه وتعالى، إنما احنا قد تعبيد بسيط منا فقط، وإن شاء الله هذا يكون في ميزان أعمالنا. واللهم اجعل هذا المجتمع محبا للقرآن. هدفنا هو توجه، نحن ولله الحمد في وجوهنا جميعا نور محمد وآل محمد، حب الولاية، فنختمها بهذه حب القرآن، وكذلك شنو يجعل هذه الثقلين موجود في أعمالنا في أوجهنا ونتشرف به، وربما نقدم على الله بهذا الشيء، محبتنا لمحمد آل محمد وتوجهنا وحبنا إلى القرآن. نحن نسعى بقدر الإمكان أن نكون شيء، مثلا أن على الأقل نجعل قاعدة ويشار لنا نحن نحب مثل ما نحب أهل البيت كذلك نحب شنو القرآن الكريم. فإن شاء الله الهدف منا أن تتوسع هذه القاعدة من محبة القرآن بحضور المحافل، وأنتم جئتم هنا الآن حقيقة بمسمى القرآن، وأيضا هذا هو داخل قلوبكم بهذا الشيء، وإحنا أيضا دعيناكم باسم القرآن. فإن شاء الله يوفقنا ويحفظنا ويستر علينا ويتمم لنا أعمالنا وبحب القرآن الكريم بالتوجه إلى القرآن الكريم. شكرا لكم في الأخير وأحسنتم وحياكم الله، وإن شاء الله نعود ونعود ونعود أعواما كثيرة إن شاء الله، وتكثر القاعدة هذه أيضا. نشوف المسجد في السنة القادمة إن شاء الله أكثر فأكثر حضور. شكرا لكم جميعا والحمد لله رب العالمين. الكلمة الآن للأستاذ رئيس المجلس القرآني المشترك الأستاذ أبو محمد إبراهيم الزوري. صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حقيقة أنا فرحان يعني كثيرا بهالتواجد الكبير. فرحت كثير لما لقيت رئيس تراتيل الفجر مجهود والكوكبة المنجزة في المنطقة وخارج المنطقة موجودين. حقيقة يثلج الصدر مثل هذه الختمات اللي قاعدة تزداد وتزداد، ويعني الحمد لله في كل المناطق قاعدة تتميز. بلدتنا الحمد لله تميزت بهذه الختمة، وتميزت بوجود مثل أبو حسن كزاز. حقيقة هذا القامة العالية اللي احنا نفتخر فيه في كل المنطقة وفي كل مكان. الله يثيبه إن شاء الله. كذلك الأستاذ صالح وإدارة بحار القرآن أستاذ منعم وباقي الشباب. حقيقة بارك الله جهودكم وعملكم هذا العظيم في كل الميادين القرآنية وفي كل المناطق. والمجلس القرآني المشترك يعني من ضمن اللجان المتميزة الموجودة ضمن لجانه هو بحار القرآن، وبالذات في هذا المسجد إدارة مسجد الإمام الحسن جزاهم الله خير، دائما موجودين سواء المجلس أو بحار في الأمسيات القرآنية مثل ربياني صغيرة وغيرها. وإن شاء الله مثل هالأمسيات ترجع على أساس تميزها في المنطقة، لأن هذه الأمسيات تعني بالشباب الصغار، وبعض من تراتيل الفجر شاركوا معنا هنا. على كل حال أقدم شكري لإدارة المسجد جزاهم الله خير، وإلى مركز بحار وإدارته أستاذ الكزاز وعمله العظيم في كل مكان. الله يسيبكم جميعا، وإن شاء الله الأمر يتواصل ويزداد إن شاء الله. شكرا لكم وجزاكم الله خير في ميزان أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكلمة الأخيرة أيها الإخوة، يعني تعرفوا أن لجنة تراتيل الفجر ما شاء الله يعني ما نلحق وراء إنجازاتهم ولا نلحق وراء أفكارهم النيرة يعني الإبداعية. ففي كل مرة يحلون يعني لا نستغني عن سماعهم والاستفادة منهم. يتفضل رئيس لجنة تراتيل الفجر بصفها الأستاذ حسين آل إبراهيم. صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة لا يسعنا إلا أن نعبر عن غبطتنا وسعادتنا بهذا المحفل. أنا أعتبره القرآني عشان مائدة قرآنية. الحقيقة سعدنا بهذه الخطوة. أنا أشيد بهذا إدارة هذا المسجد ولجنة بحار القرآن تحت إشراف الأستاذ محمد القزاز أبو حسن وأستاذ صالح وجميع الأساتذة. في الحقيقة خطوة متقدمة إلى الأمام، بالإمكان أنها تسحب جميع اللجان لأمثال هذه الخطوة. وأنا أشيد في هذه الخطوة المباركة. تجمعنا هذا اليوم هو بعين الله إن شاء الله، وسعادتنا برؤية الإخوة في هذا المحفل المبارك. أنا أحب أشيد بهذا المسجد تحت إشراف الأستاذ الفاضل أبو حسن القزاز. حقيقة كل أشبالنا يحبوا يجوا يشاركوا هنا لسبب. أبو حسن ما شاء الله عليه علم يعني معروف في المنطقة، وأيضا الكل يحب يقرأ قدامه، يسعدوا يسمعوا الملاحظات، يسعدوا يسمعوا التوجيهات. وأبو حسن لطيف مع الكل، حتى لو أخطأ الشخص أمامه لا يقول له أنت أخطأت، يأتي بالعموم، هناك فائدة نستفيدها هكذا وهكذا. هذه اللطافة جعلته محبوبا في كل المنطقة. دروسه اليومية، جهوده القرآنية، أنا أحب أشيد فيها حقيقة. بارك الله فيه، ونشكره اليوم على هذا التكريم مع بحار القرآن ما قصرتوا. في الأخير يعني إحنا كله تذكرونا بالإنجازات، منغير لكم شوية. إصدار جديد لأول مرة يصدر قريبا إن شاء الله باسم المعالم الموجزة لسور القرآن الكريم. هذه النسخة الأولى يقع في 560 صفحة، إن شاء الله ترونه قريبا في المنطقة. شكرا لكم.